السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ بصوا النهارده هعمل لكم طريقه فول بطماطم سهله جدا وحلوه جدا بصراحه، ومكوناتها مش غاليه ومش كتير، يعني حاجه كده هتفتح النفس بصراحه. بس طبعا ما تنسوش بقى في اشتراكاتكم واللايكات وفعلوا الجرس بقى، وعايزه كومنتات حلوه على الفيديوهات دي. تمام يا حبايبي؟ بصوا انا جبت يعني معلقه ثوم مفروم، تمام، عليهم قرنين فلفل مقطعين كده زي ما انتم شايفين، وحمرتهم او بحمرهم، تمام، عشان برضو بالطريقه دي شفت واحده حبيبتي بتعملها فبصراحه فتحت نفسي، فقلت برضو اعمله ونجرب. تمام، بصوا اهو الطريقه دي على فكره حلوه جدا وسهله وبسيطه، واي حد ممكن يعملها في اي وقت. بصوا اهي بعد الاتنين ما اتجانسوا مع بعض كده ويتحمروا، رحت حاطه الطماطم اهي. طبعا الفلفل زي ما انتم حابين، عايزينه حامي تمام، عايزينه بارد تمام، اللي يريحكم، كل واحد على حسب رغبته. اهو زي ما انتم شايفين كده. حطينا شويه كمون، شويه فلفل اسود، وهحط شويه ملح وهسيبهم يتسبكوا، وبعد كده هحط عليهم الفول وهوريه لكم في الاخر. تمام يا حبايبي؟ انتظروني. بصوا يا حبايبي ورجعنا لكم تاني. بصوا اهو طبعا الطماطم اتسبكت هي والفلفل، تمام اهو، ورحت حاطه عليه الفول وبقى بالمنظر ده. ايه رايكم؟ بصوا بسم الله ما شاء الله، جميل جميل جميل. طبعا بقى ممكن تحمري معاه شويه بطاطس، حبه سلطه، وتبقى اودجيت، تبقى عشاء خفيف وجميل وبسيط ومش مكلف. تمام يا حبايبي؟ اتمنى تجربوه ويعجبكم وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، وانتظروني بقى بكل جديد وجديد مع ام يوسف. سلام عليكم.